تجربة دامت لتقريبا حوالي عقدين من تطبيق القانون 18/4، وأمام تطور الجريمة واستفحال خطورتها. وكما لا يخفى على الجميع أنه الموقع الجغرافي للجزائر، وبحكم أنها مجاورة لدولة منتجة للقنب الهندي، وبعد التعديلات التي أدخلتها الأمم المتحدة على أنه استثنت القنب الهندي من المنع، وتنامي ظاهرة زرع هذه المادة، وهذه المادة التي أصبحت تشكل طريقة من طرق الاستعمار الجديد. الاستعمار ما بقاش يجينا بالسلاح، الآن أصبح الهدف تاعه هو تخريب القوة الفاعلة في المجتمع، ألا وهي فئة الشباب. لا يخفى على الجميع الحجم والكم الهائل للمخدرات، وخاصة الكيف المعالج التي تحجز سنويا والتي بلغت بالأطنان. وكنت سمعت الكميات المحجوزة حسب الأرقام اللي كان أعلن عليها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات لسنة 2022، كميات المؤثرات العقلية التي تحجز، واستعمال دواء البريغابالين ومشتقاته التجارية كطريقة لتدمير فئة الشباب.